قال في القرآن: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني كل مرة بتسامح ربنا بيغفر لك. هل في أعظم من كده؟ 4. ابدأ بالعفو في المواقف الصغيرة. لو حد أخد دورك في الطابور، لو حد نسي يقولك شكرا، جرب تقول سامحته بصوتك أو في قلبك. الممارسة دي بتدرب قلبك على الصفاء في المواقف الكبيرة. 5. أطلق سراح قلبك. افهم إن العفو مش هدية للي غلط فيك، العفو هدية لنفسك، لأنك لما تسامح بتفك قيود الغضب اللي مربطة قلبك. خليني أديكم تمرين عملي النهاردة أو بكرة. لو حصل موقف يضايقك، قبل ما ترد خد نفس عميق 3 مرات واسأل نفسك: لو سامحته أنا اللي هرتاح ولا لأ؟ جرب وهتتفاجأ من النتيجة. في مقولة جميلة: العفو هو أن تعطي من ظلمك فرصة جديدة، لا لأنه يستحقها، بل لأن قلبك يستحق السلام. تخيل معايا، لو كل واحد